خبزة الخضرة المقلية نوع من المقبلات اللي تقدر تقدميها مع شربة أو سلطات. أول شي نبدأ بالعجينة. في طاسة حطي مية دافية وخميرة وسكر وحركيهم مع بعض لين تتضاعف حجم الخميرة. حطيها في الصينية اللي بتعجني فيها، ضيفي عليها حليب وكشيك جبنة. كان ما عندك الجبنة الدهن استعملي جبنة مبشورة أو مش لازم، أنا حطيتها للنكهة وخلاص. بعدين أبدي ضيف الدقيق. مبدئيا ضيف الدقيق كوبين بس وحركي وشوفي قوام العجينة. بعدين خدي الخضرة اللي تبي تضيفيها للخبزة. أنا استعملت معدنوس وفلفل حلو وبصل وزيتون للأكحل والأخضر. طبعا الخضرة لازم تفرميها، ولما تفرميها بتطلع ميتها، والدقيق يعتمد على هذا الأساس، كان فيها مية هلبة أو ما فيهاش بكل، أو مرات أنت ضفتي بصل ومعدنوس بس فحيكون كمية الدقيق أقل. فتحطي الخضرة وتبدي تضيفي دقيق بشوية بشوية وتبدي تعجني، تحطها على الرخامة أو الطاولة وتبدي تسبكي فيها لين تتكون عندك عجينة كويسة وشادة روحها. طبعا كان احتجتي لشوية دقيق ضيفي. أنا المقادير اللي استعملتها في الوصفة هذه هنحطها تحت الفيديو. المهم بعد ما تعجنها وتكركبها وتبدأ عندك عجينة متماسكة، ادهني الصينية بالزيت اللي بتخمر فيها العجينة وغلفها بالنايلو وحطها تخمر ساعة أو ساعتين. بعد ما خمرت العجينة رشي شوية دقيق على الطاولة أو الرخامة اللي بتحلي عليها، وبعدين حطي العجينة ورشي حتى من فوق باش ما تلصقش في العصاية اللي بتحلي بها. حليها وخلي حوالي سمكها نص سنتي. بعد ما تحليها قصها بالقطعات اللي تبيهم، الأشكال اللي تبيها. بعدين خدي طاجين حطي عليه نايلو أو رشيه بالدقيق. أنا استعملت نايلو لأن الدقيق بعدين بيلصق في العجينة ولما بتقلي كلها بيترسب في الزيت، فيستحسن انك تستعملي نايلو. بعد ما تنحي القطعات وتنحي العجينة الزايدة، خدي الخبزة المشكلة وستفها في الطاجين. طبعا خليها ترتاح لبين ما كملتي العجينة كلها، وزيدي مثلا عليها نص ساعة كان ما حسيتهاش ان هي خمرت، يعني بالكتير ساعة خليها تخمر في درجة حرارة الغرفة. سخني الزيت اللي بتقلي فيه، ويستحسن هي الخبزة تحطها في زيت سخون. فكيف تعرفي زيت سخون؟ خدي شوية من العجينة وحطيها في الزيت، تشوفي هل هي بسرعة ما العجينة تنفخ وتطيب وتركب معاك فوق او تقعد لوطة. كان قاعد لوطة معناها الزيت مازال مش سخون كفاية. المهم بعدين حطي الاشكال اللي درتيها واقليها وحاولي تحطي عليها الزيت من فوق من اللوطة، يعني هي مش حتغرق لوطة، او ما تحطيها في الزيت حتركب، فيستحسن يكون فيها الزيت من فوق من اللوطة، فبسرعة ما تنفج وبسرعة ما تنتفخ لين تكملي الكمية كلها. وهي مش حتكون شاربة زيت، حطها على كينكس وتبرد شوي. هذه شكلها من داخل فيها فقاعة. طبعا تقدر تحشيها جبنة، تقدر تحشيها لحمة، أي شيء. أنا قدمتها مع شربة الخضرة، أو تقدري بعد ما حتى تقلاها وهي فاضية تفتحها من الوسط وتحشيها بالجبنة أو بالهريسة. وصحتين. سلام.